السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غرناتشو يفضح ميسي، ألغى متابعته ويحرمه من المنتخب لسبب صادم للغاية. مفاجأة مدوية أطلقها نجم مانشستر يونايتد الموهوب غرناتشو بشأن موقف مخزن أخذه الأسطورة ليونيل ميسي في حقه، ولسبب صادم وغير متوقع بالمرة. أثبت أن ليو في بعض الأحيان يمكن أن يمتلك قلبا أسود بعدما ألغى متابعة اللاعب الصغير الصاعد بسرعة الصاروخ عبر إنستغرام، وأوقف كل حواراته ورسائله معه، وجعله منبوذا بشكل لا يصدق. وكل ذلك لسر لم يكن يعرفه غرناتشو نفسه في البداية، ثم عرف واندهش وشعر بالحزن الشديد لأن قائد منتخب بلاده قد يفكر بتلك الطريقة، وبدأ في مراجعة حساباته بشأن عدم انضمامه مؤخرا لقائمة منتخب التانغو بعدما منحه المدرب ليونيل سكالوني ثقته ووجه له استدعاء رسميا. في الساعات الأخيرة كان اسم أليخاندرو غرناتشو يتردد في كل أنحاء العالم بعد الهدف الجميل الذي سجله في مرمى إيفرتون من ضربة خلفية مزدوجة. بدون أدنى شك سوف تحصل على جائزة هدف الموسم في البريمير ليج، وربما ترشح لجائزة بوشكاش للهدف الأفضل في 2023. ولكن ما حدث بعد تسجيل غرناتشو للهدف سوف يفسر لك كل الغموض الذي عشته في الدقائق الأخيرة، فقد احتفل على طريقة ملهمه وقدوته وأسطورته المفضلة، نعم كما توقعت، كريستيانو رونالدو. فمن المعروف أن خريج أكاديمية مانشستر يونايتد أحد العاشقين للدون، وكان يتمنى لو حصل على قميصه بالرقم 7 في بداية الموسم، وهذا العشق سبب له مشكلة مع الأسطورة ليونيل ميسي. من الممكن أن يغادر عشاق ليو الفيديو الآن نظرا لاقتناعهم بأن ما نقوله هو إشاعة منتشرة بدون دليل أو مصدر قوي، ولكن ماذا لو كان غرناتشو بنفسه هو من أعلن عن اضطهاد ليو له وقام بفضح كل شيء لواحد من أساطير مانشستر يونايتد، والذي بدوره نقل ما قاله له غرناتشو على الهواء مباشرة. ونحن هنا نتحدث عن النجم ريو فرديناند الذي خرج في بث مباشر بعد مباراة إيفرتون وكشف الحقيقة فاضحا كل شيء كما سوف تسمعون الآن. Ronaldo said celebration at the end as well. Yeah. Do you know what I love about him? He don't give a fuck. Mate, if you're Argentinian, he's not roofed in right at all. My lad said to me that he said Messi's unfollowed him. You're joking. He said Messi's unfollowed him because he comes out, don't care. I'm a Ronaldo man. Who's the GOAT? Ronaldo. When he's in the Argentina squad. Do you know how mad that is? Yeah. Even Aguero was like, yeah, how dare you? What are you saying? Yeah, you can't say that. You shouldn't. If you go for Argentina, you can't say Ronaldo's better. My man said, listen, he's my GOAT. Ronaldo's my GOAT. I love Messi, but Ronaldo's my GOAT. That's my decision. I'm sticking So he's not. with it. He ain't been in the squad since Argentina. Is it?